السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سهيلة كنغي. اليوم جيتكم بواحد الموضوع لمعظم المتابعين والمتابعات سألوني عليه، وهو كيفاش خليت الطيور تاعي بهاد يعني الطريقة هذه، بهاد إذا صح التعبير، هاد الهيجان. إذا أنا قلت لكم أنه في الفيديوهات السابقة أن ما عنديش حتى حاجة يعني نقدمها للطيور تاعي باش تكون هكذا. الطيور تاعي حظات بغيار ريش سليم، يعني عطيت لهم كامل واش كان يخصهم، دوش، تشميس، الأكل السليم وصحي. كذلك كنت قدمت لهم بعض الفيتامينات اللي عاونتهم بها باش يخرجوا من السقاط ويكون عندهم يعني البنية تاعهم تكون مليحة. كاينه حاجة انه لما قلت لكم لما الطيور تدخل في غيار ريش لازم نقصوا ساعات الإضاءة. هنا هذا هو الأهم. ساعة الإضاءة هذه واش راح دير للطير؟ هي اللي راح تخلي الطير يرتاح. الراحة هذه مهمة في حياة الطير. إذن هنا لما نتكلم على مرحلة الراحة نتكلم اوتوماتيكمون يعني على المراحل اللي راح تجي بعد مرحلة الراحة. إذا قدمنا كل واش يلزم للطير، إذا كما قلت لكم الأكل السليم، الراحة، خاصة الراحة، يعني الطير لازم ينوض مع شروق الشمس ويرقد مع الغروب. ما لازمش خاصة يعني اللي عندهم الطيور ديالهم داخل البيت، يعني كل مرة واحد يجي جايز ولا عليهم يشعل الضوء ولا يدخل لهذيك البيت يشعل الضوء، هذا راهو غلط كبير، لأنه راح تهلكوا الطيور ديالكم بهذه الطريقة هذه. الطيور تاعكم ماهيش راح ترتاح مع انه انتم تشوفوهم يعني راح يعاودوا يولوا يرقدوا، ولكن هنا راح الطيور ديالكم راح ماهيش راح تستحفى 100%. كما راكم تشاهدوا هنا في هذا الفيديو هذا، هنا انا ما مديت حتى يعني مكمل. قالوا لي كاين اللي قالوا لي دواء، كاين اللي قالوا لي فيتامينات، اكل. انا نقول لكم هنا مازال ما قدمت والو. الطيور ديالي مازال يعني ما بديتش في مرحله التجهيز. كما راكم تشاهدوا كنت قلت لكم ان الطيور راهي تقريبا راهي واجده. الطريقة الوحيدة اللي نقولكم عليها، اللي حب ينجح لازم عليه يطبق واش راني نهدر. يعني التربية السليمة تبدا من مرحلة غيار الريش. ما كاش حاجة يعني عجيبة ولا حاجة يعني اللي تكون مخبية ونخبيوها عليكم. بالعكس احنا رانا نقدم لكم كامل واش يلزم هكذا باش النجاح يكون عندكم بإذن الله. إذا قلت لكم من مرحلة غيار الريش والرواح، يعني حتى وإن كمل الطير ديالك غيار الريش والطير تاعك تشوفه يعني ما راهوش بهذه الحالة، في هذه الحالة هذه معليش الوقت مازال. أنا راني يعني بزاف الطيور ديالي راهي بزاف متقدمة في مرحلة يعني مرحلة التزاوج. كما راكم تشاهدوا يعني نخليو الطيور ما تقارنوهمش بالطيور ديالي، بالعكس خلوا الطيور ديالكم تزيد ترتاح، وقد ما تزيد ترتاح قد ما راح تولي بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا. لكن لازم تقدموا لهم التشميس، لازم تقدموا لهم لادوش. نأكد لكم لادوش، ولكن حذاري ثم حذاري، ما تحطوهمش في جهة وين كاين التيارات الهوائية، حطوهم للداخل، غلقوا يعني الجهة تاع النافذة هكذا باش ما يدخلهمش الريح، وخلوهم يدوشوا. الأكل، فيما يخص الأكل أنا قلت لكم نخدم عندي ماركة نخدم بها حبوب، نجيبها يعني ما نشريش تاع الميزان، لأنه تاع الميزان دائما ما نلقى فيه مشاكل، يعني فيه نسبة الرطوبة تكون عالية، فيه حشرات، فيه، وهذاك هو اللي مرض الطيور.
إذا باش نتفادى كامل هذا أنا نجيب الأكياس الكبيرة هذيك، بما أنه عندي بزاف طيور. نتوما واش تقدروا ديروا حتى وإن جبتوا شريتوا تاع هذيك اللي تباع بالكيلو، شوفوا برك إذا كان الماكلة هذيك ما فيهاش ال يعني ال الدود أو هذيك الفراشات اللي تبدا تتكون هذيك، هكذا باش الطيور تاعكم ما تمرضلكمش. عندنا حاجة أخرى، إذا جبتوها وشفتوا ما فيهاش، إذا كان فيها ما تشريوهاش حقيقة، يعني أنا نقولها لكم من درك ما تشريوهاش، لأنه هذاك هو المرض الكبير للطيور ديالكم. إذا كان يعني جبتوها ما فيهاش هاد الحشرات هذه، ديروها مباشرة في الفرن مدة تاع حوالي 5 دقائق أو أقل، حتى يعني نسبة الرطوبة راح تنشف. من بعد التخزين راني حطيته لكم في القناة، يعني كيفاش راح تخزنوا الأكل تاعكم. عندكم كذلك لازم المشربيات تاعهم لازم يتغسلوا، لازم تقدموا لهم، تعاونوهم بالكالسيوم، تعاونوهم الكالسيوم ما لازمش يعني تبخلوا على الكالسيوم، خاصة هاد لي بيريود هادو، هكذا باش الطيور ديالكم ما يكونش عندهم نقص في الكالسيوم. عندنا نجو لحاجة أخرى، قلت لكم أنا الحاجة الوحيدة اللي نقدمها هي الأحماض العضوية والأحماض الأمينية اللي تعاوني الطيور ديالي ما يمرضوليش. وعندهم يعني دايرت لهم يعني جدول نعطيلهم كذلك حافظ للكبد. يعني ما عنديش أدوية مخصصة لهذا الشيء. لما يلحق التجهيز راح نستعمل فقط، نعاونهم بحاجة قليلة تاع الأدي 3 أو وكذلك الأول سيلينيوم للذكور. هذا ما كان. إذا هنا هذه هي راني جاوبت على هذيك الأسئلة اللي جاتني، قلت لكم ما نخبي عليكم والو. هذا هو الشغل تاعي اللي كيفاش نخدم مع الطيور. لما الطير قلت لكم يكون بصحة جيدة، يخرج بصحة جيدة من مرحلة ريا الريش، ويكون أعطيتوله القسط الكافي من الراحة، راح يكون بهذه الطريقة. توفر النظافة، يتوفر الأكل السليم، يتوفر الدوش، وتوفر تاني كذلك درجة الحرارة اللي تكون معينة للطيور، وكذلك الإضاءة اللي تكون يرقدوا قلت لكم مع المغرب وينوضوا مع الشروق. هذا مكان. يعني هنا راح تلاحظوا الطيور تاعكم تكون بهذه الطريقة، هذه الطريقة تاع نقدر نقول هيجان، ولكن مازال في الحقيقة مازالهم بعد شوية. إذا هنا هذه هي الطريقة تاعي. قلت لكم ما راني خبيت عليكم حتى حاجة، إن شاء الله نكون فتكم بها، وراح ندير لكم يعني فيديو آخر نشرح لكم على كيفاش دوك نبدأ باش نزيد ساعات الإضاءة. إذا بهذا نقولكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.